كما سبقت 40 حكم وطني مغربي فيهم السي مصطفى بورزيق كحكم رئيسي بالنسبه للذكور كترافقوا السيده نافي احلام. ثم بالنسبه للسباقات الاناث هناك الخلالقي نور الدين ومع السي ناجي العربي. هادو ثلاثه ديال الحكام دوليين. كاين بالمناسبه يعني قبل بدايه هذه البطوله بحوالي 10 ايام كان واحد التربص او التجمع ديال الحكام على الصعيد الوطني اللي كان الهدف منه هو التصنيف لاول من مره يكون التصنيف ديال الحكام الوطنيين على صعيد الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه، واللي تخاد منهم واحد العدد ديال الحكام اللي كيشاركوا الان في هذه الاداره ديال هذه البطوله. امر جميل. تحدثنا عن التحكيم، عرفنا على الاقل يعني البدله، وعرفنا التربص الاعدادي. الان غادي نمشيو للسباحين. عندنا مشاركه مغربيه وهي اللي كتهمنا اليوم. هذا الاسم الذي يظهر على الصوره وهذا السباح الريكي صلاح الدين. عندك شي معلومات عليه من غير انه 19 سنه وعنده رقم قياسي شخصي اللي هو 54 ثانيه 33 جزء من المئة. الرقم اللي حققه هذا الصباح اثناء الاقصائيات 54 ثانيه و33 جزء من المئة. بدا كنتمناو انه يحسن التوقيت ديالو، المستوى ديالو مع باقي السباحين الجزائريين والمصريين. يعني السباح هو الجزائري بالخوجه نظيم. بطبيعه الحال كتبقى ريكي صلاح الدين اول مشاركه دوليه ديالو هي هذه البطوله العربيه. طبعا غادي تنطلق المنافسه بعد لحظات. الانظار غادي تتجه للممر رقم 4 وايضا احنا كمغاربه غنمشيو للممر رقم 7، ولو انه الممر رقم 4 فهو من الممرات القويه. 100 متر طبعا مشكور زميل مراد الشيوي. 100 متر مساحه او سباحه حره وينطلق الرهان، وهذا السباق الخاص بالسرعه بالفعل. ف 100 متر يعني ذهابا وايابا. نعم غادي نتابعوا من المنتظر باش هذه الارقام اللي حققوا جميع السباحين خلال هذا الصباح، من المنتظر باش تحسن جميع هذه الارقام. بطبيعه الحال غتكون المنافسه او الامتياز كاين صاحب الممر رقم 4 اللي هو الجزائري نازم، ولكن ما نساوش المصري سامي محمد سامي والكويتي مدوح محمد اللي تا هما مستوى جيد ويقدروا يفوزوا بالميداليه الذهبيه في هذا السباق. بالفعل. اذا دائما في متابعه لاطوار التبادل والتنافس، وكما نتابعنا كنلاحظوا المفاجاه صاحب الممر رقم 2 اللي هو شنون اسامه من الجزائر. سحنون بالفعل. فيقترب حسم السباق. اعتقد انه غتكون عنده ميداليه ذهبيه بالفعل. بالفعل الممر رقم 2 والممر رقم 5. سامي محمد سامي من مصر هو صاحب المركز الثاني. صاحب الممر رقم 2 سحنون من اسامه من الجزائر حقق 50 ثانيه و42 جزء من المئة. هذا التوقيت اللي في السبوره في انتظار توصلوا اللي هو في الممر رقم 2. طبعا تمكن من تحقيق طبعا المركز الاول على الصوره. سحنون بالفعل يبدو سعيدا بالنتيجه اللي حققها في هذه المنافسه. فسحنون دخل في المركز الاول 50 ثانيه 42 جزء من المئة. 50 42 يمكن نقول بانه حطم الرقم الشخصي ديالو لان كانت عنده 53 42. واكيد انه هذا التوقيت اللي حقق هذا الصباح. المركز الثاني طبعا الممر الرابع. الممر 5 هو اللي حصل الرتبه الثانيه اللي هو المصري سامي محمد سامي، والمرتبه الثالثه حققها الجزائري بالخوجه نازم. بالفعل انتظار مننا نتوصلوا بالنتائج النهائيه من عند الحكام. اكيد. شاهد معي هنا بالاعاده الممر رقم 2 اولا، الممر رقم 5 ثانيا، الممر رقم 4 ثالثا، ثم الممر رقم 3 هو اللي كيجي في المركز الرابع. بهذه الطريقه هذه بهذه الصوره هذه فاكيد اننا غنتعرفوا على جميع الارقام والاسماء ديال السباحين. فمجهود كبير اللي بدلوه سحنون اسامه خلق المفاجاه. ممكن نقول خلق المفاجاه. بطبيعه الحال نظن التوقيت اللي دخل به لهذه النهايه فهو كان عنده رابع احسن توقيت، خلق المفاجاه. وغادي كان منتظر، يعني كانت منتظره ان واحد المجموعه ديال السباحين هنا غيسبحوا في اقل من 51 ثانيه. هذا السباق كان من المفترض حنا كنتابعوا هذا البطل الجزائري اللي ارهاق كبير صراحه، لانه ماشي سهل. شاهد معي هنا رده الفعل ديالو في الوقت اللي انهى السباق، فوجد نفسه مرهق تماما. بالتالي كان من الصعب بالفعل انه يحتل المركز الاول. على اي النتائج الخاصه بهذا السباق معك يوسف